قضايا واقعية. حكايتنا اليوم يا سادة هي فاجعة كبرى أغرب من الخيال. يمكن المرة اللي فاتت لما اتكلمنا كان الكلام إن عادي شخص غريب مع شخص غريب، فكان الموضوع مقبول. أما حادثة اليوم هي حادثة التي تجعل الشعر يشيب. إيه هي الحادثة؟ وإيه هي القصة؟ وإيه هو اللي حصل؟ نصلي على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي حصل يا سادة، لو تفتكروا بقالنا فترة بنتكلم عن حادث شبرا الخيمة وعن قضية الدارك ويب، الجانب المظلم من الانترنت، والولد اللي عنده 15 سنة اللي كان بيحرض طارق، اللي خلى او اللي فتح احشاء احمد سعد وقتله، وكان عاوز يبيع الفيديو ده ب5 ملايين جنيه. والقصص دي كلها وحكينا القصة واستفدنا فيها وقلنا الأحداث كلها من البداية للنهاية، من أول ما طارق اشتغل لحد، ومن أول ما دخل المنطقة لحد ما تم القبض عليه، وقلنا كمان اعترافات المتهمين، وقلنا القصة خلصت. سؤال: هل كون إن احنا نحكي قصة زي دي، هل احنا بنحكي القصة دي للعظة والعبرة ولا الحاجة تانية؟ هتقول لي ايه اللي دخل ده في ده وايه اللي انت بتقوله ده؟ هقول لك يا سيدي، الناس كلها الطبيعي ان هي بتاخد هذا الموضوع وهذه العبرة على سبيل العبرة والعظة، وانها تبعد عن الموضوع ده، وانها تتفادى هذا الموضوع، الا سيدة واحدة من بورسعيد يا سادة. سيدة واحدة من بورسعيد عندها 3 أولاد، سيدة مطلقة وعندها 3 أولاد، لكن صعاب الحياة ومطالب الحياة صعب عليها، فسمعت زينا وزيكم وزي أي حد بقضية الدارك ويب، بقضية أحمد سعد اللي تم إخراج أحشائه عشان فيديو هيتباع ب5 مليون جنيه على الدارك ويب. الأم شغلت دماغها، مش عارفة تصرف على عيالها، تفتكر تعمل إيه؟ قالت أقلد. اشمعنى أنا؟ ليه كل الناس بيبقى معاها فلوس، اشمعنى أنا؟ دخلت على الدارك ويب وحبت تتواصل مع ناس، وبالفعل تم التواصل معاها. عايزة ايه يا ست؟ عايزة يكون معايا فلوس، عايزة يكون معايا فلوس. لقوها ست غلبانة، اي فلوس ممكن ترضى بيها. فطبعا لما قالوا لها تعملي كذا تعملي كذا وكذا، للأسف ما غابتش لحظة عشان تفكر. قالوا لها ايه؟ نفس اللي قالوه لطارق اللي قتل أحمد سعد. قالوا لها محتاجين من حضرتك طفل أو ولد أو بنت تخدريه وتفتحي أحشائه وتطلعي أحشائه قطعة قطعة، الكبد لوحده والبنكرياس لوحده والقلب لوحده والرئتين لوحدها والعينين وكل حاجة تطلعيها في بث مباشر معانا. في مقابل لما لقوها غلبانة ومحتاجة أي فلوس، كان الاتفاق على 1 مليون جنيه فقط، مش 5 مليون جنيه، 1 مليون جنيه. هم مالهمش دعوة، تعمل اللي تعمله، المهم يكون هذا البث المباشر موجود عشان يدوها 1 مليون جنيه. تيجي تعمل ايه الست ديت؟
الطبيعي لو انا وانت قاعدين مع بعض وبنفكر، نقول ان هي هتطلع تشوف حد من الجيران، تضحك على حد ولد لوحده وتجيبه والكلام ده كله. لكن للاسف فكرت خارج الصندوق. تخيل عملت ايه؟ قالت انا ربنا مديني 3 عيال، حاجه كويسه ان هم يبقوا 2 بس. وخلت ولادها طلعوا، وخدرت ابن من اولادها، وبالفعل عملت البث المباشر بقلب الام الحجر، وفتحت احشائه. ابنها فتحت احشائه وجابته من راسه لحد العضو التناسلي بتاعه، عزكم الله. وبدأت تنفذ ما يملى عليها. طلعي الكبد في ناحية، طلعي كذا، طلعي الرئتين، طلعي القلب، طلعي البنكرياس، طلعي الأحشاء، الأمعاء الغليظة، طلعي بقى عينيه. حطي بقى كل ده في كيس وصوري واعملي ونيلي ب60 نيلة على دماغها ودماغ أهاليها. نيلي ب60 نيلة على دماغها ودماغ أهاليها. أنا بكلمك عن أنت فاهم يعني إيه لما نتكلم على طارق ومحمد سعد أو أحمد سعد، أهو طارق راجل غريب، جه في منطقة غريبة وعمل كده في ولد غريب. إنما دي عشان خاطر الفلوس تعمل في ضناها كده. وعايز أقول لكم، زي ما فكرت إن 2 كفاية وتعمل في التالت، ممكن تعمل في ال2 الباقيين كده، أنا متأكد. لكن أمر الله إن يكشف الستر. أمر الله إن ممكن يحفظ ال2 التانيين. إيه اللي حصل؟ خلصت الست ديت كل اللي قلت لكم عليه بهذه الفاجعة الكبرى، وحطيته في شوال، عايزة تخلص منه. حطيته في شوال وقالت أنا هروح بالليل أرميه في حتة مقطوعة جنب زبالة، جنب حاجة، عشان الناس بكرة الصبح يفاجئوني بقى. الحق ابنك طلع أحشائه وتقطع، عشان تيجي تنهار بقى وتقول ابني حبيبي. الطبيعي. لكن للأسف وهي ماشية في الشكارة اللي هي حاطة فيها ابنها، ضناها بأحشائه، الساعة 2 بالليل كانت بتنقط دم وهي شايلها على كتفها، كانت بتنقط دم. للأسف 2 ماشيين شباب عادي خالص، كانوا سهرانين وواخدين سهرتهم على كافيه ومروحين، وجم في منطقة فيها كشاف نور، لقوا السيدة دي ماشية وفي نقط بتنزل من الشكارة، فعادي يمكن شايلة زبالة والزبالة دي بتنقط ولا حاجة. بس هل حد بيرمي زبالة الساعة 2 بالليل؟ غريبة. بس الأغرب إن هم لقوا مكان النقط زي سلساب كده، فلما دققوا فيه فوجئوا إن لونه أحمر. فلما اشتبهوا في الموضوع مدوا وسرعوا أو قدموا الخطوات عشان يلحقوها، وبالفعل لحقوها. شايلة يا ست واحنا نشيل معاكي، اعتقد ان الشيلة تقيلة عليكي، وشوفي عايزة توديها فين واحنا نوديها. فوجئوا لقوا رفض تام من هذه السيدة. بس انت شايلة حاجة بتنقط دم. لا مالكوش دعوة، ده انا كنت ذابحة فرختين. بس ده كله مش فرختين، ده انت بتتكلمي في 20 فرخة ولا 50 فرخة. طب اللي بيذبح فرخة بيرمي الريش بتاعها ولا بيرميها الفرخة؟ طب بعد اذنك ورينا اللي انت شايلاه. ارتبكت، الخوف ملاها،
الشباب من شكهم فيها، واحد منهم شد من على كتفها الشكارة وبص فيها، للأسف فوجئ إن اللي على الوش راس طفل منزوع العينين، واللي تحت بقية أحشائه. طبعا تحفظوا عليها وتحفظوا على هذا أو ما داخل هذه الشكارة. وواحد وقف مع الست ما خلاهاش تمشي، واتصلوا بالنجدة، وجت النجدة وأخدت الطفل اللي مات وأخدت أمه، واعترفت بعد الضغط إن هي مفروض إن هي منتظرة مليون جنيه يجيلها ويتحول بعد اللي هي عملته. هل هتاخد المليون جنيه دلوقتي؟ هل بعد ما اعترفت هتاخد المليون جنيه؟ طب هل اللي عملته ده حافظت على الاتنين التانيين اللي كانت عايزة مفروض ان هي تأمن مستقبلهم؟ احنا بقينا فين يا جماعة؟ احنا بقينا فين؟ حرام ولا حلال؟ اما ام تعمل في ولادها يبقى باقي في الدنيا ايه؟ باقي في الدنيا ايه؟ هنتظر من حضراتكم التعليقات تقولوا لي هل الام ودي الحياة يخليها تعمل كده؟ وايه هو من وجهة نظركم يكون عقاب هذه الام اللي بالفعل عندها ولدين عايزين يتربوا؟ هنتظر رأي حضراتكم. ودي كانت فاجعتنا اليوم وقصتنا النهارده على قناتكم المفضلة حكايات وقضايا